800 شرطي مصري قدام 7000 جندي بريطاني. اي عقل يقول ان هم يستسلموا، بس اللي حصل هنا في اسماعيليه غير تاريخ بلد كامله. سنه 52 رفضوا يسيبوا سلاحهم، قاوموا لاخر نفس. 50 بطل استشهدوا و80 مصاب، لكن باقي الابطال خرجوا رافعين راسهم. ومن يومها 25 يناير بقى عيد الشرطه، واسماعيليه بقت مدينه البطولات. هنا مش بس اتكتب تاريخ بطولة، هنا اتعمل أهم مجرى ملاحي في التاريخ. 120 ألف مصري حفروا بإيديهم، عرق ودموع. وتضحيات وصنعوا معجزة اسمها قناة السويس. الإسماعيلية مدينة هادية في ظاهرة، لكن جواها تاريخ اتبنى بالدم واتعاش بالروح. هنا أول بيت في إسماعيلية بيت دلسبس اللي صاحب فكرة قناة السويس، بس اللي حفروها كانوا مصريين. النهاردة البيت ده بقى فندق ملكي، تصميم أوروبي كلاسيك، أساس أنتيكات وحدائق، حسسك إنك رجعت 150 سنة لورا. وفي مزارع شجيع بقى أنت بتحصد أكلك بإيدك، فراولة طازة من الأرض على طبقك على طول. نادي الضنباء أحلى كورنيش على قناة السويس، وسفن عملاقة بتعدي قدام عينيك وكأنها عرض مباشر. أما الحي الفرنسي أو زي ما كانوا جدودنا بيقولوا عليه الفرنك، مباني عمرها أكتر من قرن لسه واقفة بكبريائها. كل بلكونة هنا ليها قصة حب، وكل شباك ليه ذكرى لسه منساهاش. باريس الصغرى مش في الشكل بس، كمان في الروح. غدانا بقى كان في الفنار، ديكور يوناني، بس الأكل مصري أصيل، سي فود طازة يدوب في بقى. وآخر محطة نادي الإسماعيلي، الدراويش، روح المدينة وعشق أهلها. مدينة شهدت بطولة وبنت معجزة. وربنا اداها جمال وتاريخ. دي إسماعيلية، افتخر بيها واحكي عنها.